لكن كيفيه الربط ما بيننا وما بين المعني في المحافظه، احنا بنعمل خطابات وبنبعتها وبنقول احنا بنعمل وبنعمل وهنعمل وهنعمل، يعني بنحط الخطط بتاعتنا. هنا المفروض من المعني في الدوله هو اللي يساعد. يعني احنا امبارح كنا في نصر النوبه، احنا مأجرين القاعه رغم ان احنا بنعمل حاجه خدمه للمجتمع. بالظبط. المفروض ان في حاجه وغالبا ده اللي كتيرة. بيحصل يعني انا مثلا عايز مقر هنا في اسوان زي ما قال الاسلام، ده مطلب مهم جدا. ده هيساعد اكتر ونحس ان في مشاركه وجدانيه ومشاركه فعاله على ارض الواقع. انا عايز البرنامج، انا عارف انه فترته قصيره، الحديث يطول شرحه، لكن احنا شغالين مش بس في جزئيه التنميه، لا في مجالات اخرى مش شغالين فيها، ثقافه، تراث، فن، رياضه. المؤسسه المصريه النوبيه مجموعه عمل وفريق عمل بيتكون من كل القرى وليس فقط مسعد هركي. عشان كده في فريق عمل وعلى رأسنا المستشار حسن سيف الدين، اخويا بدوي، اخويا مصطفى انور، وردي من اسكندريه، من السويس، من اسماعيليه، من بورسعيد. دي كيان كبير جدا. لما امبارح نكون قاعدين وبنكرم الكبير والصغير ويجي اتوبيس من اسكندريه على الحفله، ليها وضع، اتوبيس 50 فرد جايين عشان يقولوا احنا هنا في بلدنا في اصلنا. دول جايين من اسكندريه ومن القاهره، يجوا ناس جايين مخصوص علشان الاحتفال، جايين عشان لا، وفي كمان جمعيه دنقله جايه من السودان. انا عايز اقول لك العمل الجميل اللي فيه حب بيثمر وبيبان على طول. يعني النهارده في فرح حنة احمد اسماعيل، فنان كبير، جايين من السودان وجايين من اسكندريه ومن اسماعيليه ومن بورسعيد. ده حب. واحنا في اسوان هنا ما شاء الله الناس كلها بتحب اسوان عشان ناسها طيبين، جميله ناسها طيبين.